يتحمل الكابتن خالد القماش هذه النتائج، ولا الإدارة ولا الظروف ولا إيه بالظبط؟ لا كابتن خالد، بص يعني عشان نبقى بس واقعيين شويه، كابتن خالد جه النادي الاسماعيلي في وقت كان النادي الاسماعيلي فيه في مركز ال 13 على الورق. لا، النادي الاسماعيلي مع الكابتن خالد القماش في تحسن في الترتيب، رجع النادي الاسماعيلي للمركز يعتبر قريب من المركز الطبيعي اللي هو كان بيبقى فيه موجود في اسوأ حالاته. مش يعني بالصعوبه اللي فيها دلوقتي الاسماعيلي، كان قبل كده في اسوأ حالاته كان بيبقى في المركز الرابع والثالث والكلام ده، لكن مع الكابتن خالد الاسماعيلي قدر ان هو يرجع للمركز اللي هو يعني الطبيعي ليه. لكن اداء النادي الاسماعيلي طبعا مش ده اداء النادي الاسماعيلي. انا شايف ان المشكله كلها بيتحملها كل الناس اللي موجوده في النادي الاسماعيلي، سواء كانت لعيبه تتحمل جزء كبير، لان انا شفت النهارده يعني لعيبه للاسف ما عندهاش روح. اللعيبه كانت بتاعت الشرطه النهارده نازله روحها اعلى في الملعب، بعيد عن الروح والكلام ده كله. لا، انا شفت الاسماعيلي النهارده فريق مهلهل فنيا، فريق ما فيش عنده لا قدرات هجوميه ولا قدرات دفاعيه، لا بيدافع بشكل معين ولا بيهاجم بشكل معين، لا عنده حتى روح في الملعب بيلعب عليها. حتى نص الملعب بتاع الاسماعيلي بعيد جدا. حتى لما نيجي نتكلم على الاسماعيلي هجوميا هتلاقي ان الاسماعيلي حتى الفيرود مروان يعني يعني ممكن كنت بتكلم انا والكابتن علي ان هو مروان بيحاول، بس مروان مش مروان اللي هو كل ماتش بيحاول على كل كره ان هو بيقف عليها. عامل عمق هجومي زي رؤوف كده في المصري، لما كان النهارده بنتكلم عليه بنتكلم ان رؤوف عامل عمق هجومي، عامل اللعيبه بتيجي من تحتيه كويس. لا، مروان النهارده او بنهيني حتى احتفاظهم بالكوره قليل جدا. نص الملعب الميس باص عندهم عالي جدا. الاطراف عندك النادي الاسماعيلي كانت بتميز النادي الاسماعيلي. لا، شفت احمد سمير فرج النهارده يعني في اول زياده احمد سمير فرج في الدقيقه 78 عشان عمل اوفر في الدقيقه 78.